عارفين إن الشيطان قدر يخلي الملاك ميخائيل في حيرة وكان ممكن جدا يغلط؟ بعد ما مات موسى النبي شعب بني إسرائيل اتقلب عشان كانوا عايزين ياخدوا جسد موسى النبي ويعبدوه. وهنا تدخل الله، والله ادى الأمر للملاك ميخائيل إنه ينزل ويدفن جسد موسى النبي ويخفيه عن بني إسرائيل. وربنا ما خلاش أي إنسان يدفن جسد موسى، لأن ممكن شعب بني إسرائيل يمسكوه ويخلوه يقر ويعترف بمكان دفن الجسد، لأن ساعتها كان شعب بني إسرائيل هيطلعوا الجسد عشان يعبدوه. في الوقت ده كان الشيطان واقف وبيراقب كل حاجة بتحصل، وساعتها الشيطان فكر إنه يستغل الفرصة دي ويدخل فوراً. وأول ما الملاك ميخائيل راح يدفن جسد موسى فجأة ظهر له الشيطان وقال له: أنت بتعمل إيه؟ فرد عليه الملاك ميخائيل وقال له: أنا جاي أدفن جسد موسى. فقال له الشيطان: بقول لك إيه، أنت ملاك وملكش دعوة بالموضوع ده. لما أنا أسقطت آدم الله قال لي: على بطنك تزحف وترابا تأكل. يعني باختصار التراب ده بتاعي، والله بنفسه هو اللي ادهوني. سيب لي الجسد وأنا هدفنه بمعرفتي. وساعتها الملاك ميخائيل احتار وخاف لا يغلط، وما كانش عاوز ياخد أي قرار من نفسه، لأنه لو قال للشيطان لأ كان ساعتها الشيطان يقول لربنا: شفت أهو أنت اديتني التراب وميخائيل كسر كلامك وقال لي إن التراب مش بتاعي. ولو كان الملاك ميخائيل وافق وإدى الجسد للشيطان عشان يدفنه، ساعتها كان الشيطان هيقول لله: شفت أهو ميخائيل اللي انت بعته عشان يدفن جسد موسى سمع كلامي وما سمعش كلامك. يعني من الناحية دي الملاك ميخائيل كان هيغلط، ومن الناحية التانية برضو كان هيغلط. وهنا وزي ما قال الكتاب المقدس إن الملاك ميخائيل خاف لا يحصل حكم افتراء، سواء قال أو لأ. وفي اللحظة دي بص الملاك ميخائيل للشيطان وقال له: لينتهرك الرب. وفوراً هرب الشيطان من قدام الملاك ميخائيل بخوف عظيم وساب المكان حالاً. وبعد كده دفن الملاك ميخائيل جسد موسى وأخفاه عن بني إسرائيل. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب اديني حكمة وقت الحيرة، وما تسيبنيش أمشي ورا أفكاري أو ضعفي. علمني يا رب زي الملاك ميخائيل إني ما اتصرفش من نفسي، لكن أرجع لك في كل حاجة. احفظني من فخاخ الشيطان ومن أي خداع أو تشويش يحاول يبعدني عنك. ولما أكون محتار ومش عارف أعمل إيه، فكر قلبي دايما بالآية اللي بتقول: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ثبتني فيك واحفظ حياتي، واملاني سلام ونور وحكمة. آمين.